السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير. حبايبي اليوم راح نسوي دجاجة مشوية بالفرن بطريقة شوية مختلفة بس الطعم روعة، وراح نسوي إياها تمن أصفر بالجزر. صراحة طعمه كلش طيب، أنا متأكدة إذا جربتوها راح تحبوها هواية. هسه خلونا نشوف شلون راح نسويها. هنا حبايبي عندي إنجانة خليت بيها كمية زينة من المي، وهنا عندي خل أبيض، وعندي ليمونتين قسمتها بهذا الشكل، وعندي ربع كوب من الملح، ودجاجة تقريبا وزنها 1800. أول شي راح أجي أعصر الليمونة بشكل كلش زين. هنا ليمونتين عصرتهم والقشر مالتها خليتها بداخل المي. هسه هنا كملت، راح أضيف عصير الليمون بداخل المي، وربع كوب تقريبا مليانة من الملح، وهمنا راح أنزل كمية زينة من خل الأبيض تقريبا 5 ملاعق كبار. راح أخلطها كلش زين. طبعا أتذوق المي لازم تصير مالحة حتى نخلي الدجاجة بيها ليلة كاملة. وهنا خليت ماعون للثقل على مود تتغطى الدجاجة بالمي بالكامل. راح أخليها بالثلاجة ليلة كاملة. ثاني يوم طلعتها، راح أتخلص من المي بهذا الشكل، أنشفها كلش زين. وهنا راح أتخلص من الزوائد حتى الدجاجة مالتنا تصير طيبة وما بيها أي ريحة زفارة. وطبعا راح نجي نقسمها أو نفتحها من الظهر بهذا الشكل. فتحتها من الظهر، ومثل ما تشوفون الدجاجة نظيفة من الداخل، لأن أني غسلتها كل زين قبل ما أخليها بمي وملح. هنا جبت كلنس المطبخ، راح أنشف الدجاجة كلش زين على مود التتبيلة تاخذ بشكل زين. قد ما نقدر ننشفها. بعدها راح نثقب الدجاجة بهذا الشكل على مود تمتص النكهة أو التتبيلة. هنا حبايبي عندي مايونيز سادة بدون طعم، أخلي ملعقتين كبار، وهاي ينطيلنا فد نكهة كلش طيبة. هنا عندي صويا صوص تقريبا ملعقة كبيرة، وإذا ما متوفر عندكم تقدرون تستغنون عنها. هنا راح أخلي ملعقة كوب كل من ملح ليموندوزي وكاري، وراح أخلي كمية زينة من البابريكا الحلوة حتى تنطيلنا لون كلش حلو، لأن هاي الخلطة ما بيها معجون طماطة أو كاتشب. أخلي وأخلط، وبعدها همينة راح أخلي حتى تصير عندي هذا اللون المطلوب. هنا عندي صينية الفرن، طبعا غلفتها وخليت ورق زبدة. راح أجي أوزع التتبيلة كلش زين على الدجاجة أول مرة من الداخل بهذا الشكل. نوزعها كلش زين، وبعدها نقلب الدجاجة نخليها على الطرف الثاني. راح نتبلها بهذا الشكل كلش زين على كل الأطراف، ونخلي التتبيلة بين الجلد بهذا الشكل حتى تمتص عندنا النكهة كلش زين. طبعا ما أوصف لكم طعم هاي الخلطة كلش طيبة، يعني أنصحكم تجربوها حبايب. بعد ما تبلناها كلش زين راح نجي نغلفها. خليت ورق زبدة، بعدها أغلفها بالسيليفون كلش زين، وأدخلها الفرن حامي مسبقا على درجة 200 تقريبا، تاخذ ساعة. بعد ساعة راح أطلعها من الفرن، أشوف ما شاء الله مستوية كلش زين، وبعدها نحمر الوجه. هسه هنا حبايبي راح أجي أحضر التمن. أخلي كمية زينة من الزيت، وأنزل راس بصل مفروم ناعم. أحمس البصل لحد ما تذبل عندنا، وبعدها راح أنزل عندي 3 حبات من الهيل، وشوية من الكركم، وشوية من نومي بصرة،
وتقريبا عود صغير من الدارسين. أحمس كلش زين البهارات حتى تطلع ريحتها. عندي هنا جزر مبشور تقريبا برشة 4 عدد جزر متوسطة الحجم، أحمسها كلش زين ويا البصل. بعدها عندي كوبين من التمن غسلتها ونقعتها لمدة نص ساعة، راح أضيفها فوق الجزر والبصل، أحمسها لمدة دقيقة واحدة. بعدها أخلي كمية من الملح، وبعدها راح أنزل المي. طبعا المي ما نخليه هواية لأن بيها جزر والجزر ينطي مي، فلازم ما نكثر من المي. مجرد ما تتغطى عندنا التمن كلش كافي، نخليها لحد ما تستوي ونهدرها بالشكل العادي. وهاي دجاجتنا حبايبي بعد ساعة كاملة ما شاء الله شيكتها مستوية بالكامل. راح نجي ندهن الوجه بالصلصة اللي طالعة من عندها وندخلها للفرن، بس نحمر الوجه وبعدها إن شاء الله نقدمها. وهنا التمن صار عندنا جاهز، راح نجي نقدم التمن. شوفوا ما شاء الله ريحتها تجنن صراحة، طعمها كلش كلش طيب، جربوها إن شاء الله يعجبكم. وهاي شكلها النهائي حبايبي، شوفوها ما شاء الله بعد ما طلعناها من الفرن حمرنا الوجه وصار عندنا أطيب دجاجة مشوية، طعمها كلش كلش طيب. وهاي التتبيلة لازم تجربوها لأن صراحة روعة بمعنى الكلمة. تصوروا حتى منطقة الصدر صايرة بيها حموضة وملوحة، مع العلم أني ما أحب منطقة الصدر بالدجاج، بس هالمرة أكلتها لأن كلش كلش طيبة، واصلة النكهة بيها وصراحة يجنن. وهاي كانت وصفتنا اليوم حبايبي، إن شاء الله يا ربي عجبكم واستفاديتوا من عندها. لا تنسون ادعموا القناة والصفحة بلايكاتكم ومشاركاتكم الحلوة، وإن شاء الله يا ربي أشوفكم بخير وبوصفات حلوة وبسيطة ومع ألف سلامة.